الجزائر توجه اتهاما جديدا إلى المغرب بطريقة مضحكة، وأشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن المغرب والجزائر يواجهان أزمة مائية متزايدة، حيث تحول وادي غير الذي ينبع من الأطلس الكبير المغربي ويمتد إلى الجنوب الغربي الجزائري إلى بؤرة صراع جديدة بين البلدين. وأفادت الصحيفة بأن الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب عام 2021 تتهم جارتها بتفاقم أزمة الجفاف عبر بناء سدود على الوادي، مما أدى إلى انخفاض كبير في تدفق المياه نحو الأراضي الجزائرية. وفي حديثها عن الأزمة انتقدت لوموند الجزائر التي رفعت القضية إلى الساحة الدولية مرتين، وفي ماي 2024 خلال المنتدى العالمي للمياه في بال اتهم وزير الموارد المائية الجزائري طه دربال المغرب بالتجفيف المتعمد والمنهجي لمناطق حدودية غربية بسبب ممارسات الدولة المجاورة. وخلال أكتوبر من العام نفسه في اجتماع في سلوفينيا حول اتفاقية حماية الأنهار العابرة للحدود، كرر دربال اتهاماته مؤكدا أن المغرب يعرقل ويدمر المياه السطحية العابرة للحدود، كما استمر في انتقاد المواقف العدائية للمغرب في تصريحات إذاعية في 25 فبراير 2025. وركزت الصحيفة على سد قدوس الذي تم بناؤه على وادي غير في الجزء المغربي، وأدخل الخدمة عام 2021 باعتباره محور الاهتمام والاتهامات الجزائرية، وبسعته التخزينية البالغة 220 مليون متر مكعب. يعتقد أن السد تسبب في انخفاض حاد في تدفق مياه الوادي، مما أدى إلى تجفيف مطول لسد جرف طوبة الجزائري، أحد أكبر السدود في البلاد، والذي تبلغ سعته 365 مليون متر مكعب. وأضافت لوموند أن الصحافة الجزائرية بدأت منذ عام 2022 في الحديث عن كارثة بيئية بسبب جفاف سد جرف طوبة، حيث ظهرت مئات الأسماك الميتة على سطح بحيرة السد، واختفى العديد من أنواع الحيوانات، وهجر الطيور المهاجرة المنطقة. وفي عام 2023 عانى سكان مدينة بشار من نقص حاد في مياه الشرب، حيث لم تتدفق المياه في بعض الأحياء إلا مرة كل 10 أيام وفق تقارير لصحيفة لوموند. وفي المقابل نفت وسائل الإعلام المغربية الاتهامات الجزائرية بانتقادات حادة، ووصفت الاتهامات بالمبالغ فيها، بينما أخفت الجزائر إدارتها الكارثية للمياه.